الوفاء لدماء الشهداء، الوفاء للوفاء لدماء الشهداء، الوفاء للوفاء لدماء الشهداء. تحية عشرينية معتقل القضية. كلمة مصطفى. تحية عالية لكل الرفيقات والرفاق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حركة 20 فبراير، وتحية عالية لكل الإطارات الحزبية النقابية والشبيبية والنسائية. تحية لهيئة الدفاع على المؤازرة ديالكم طيلة فترة الاعتقال ديالي. هذه المؤازرة والدعم اللي كانت كذلك بمثابة دعم ومؤازرة لباقي المعتقلين السياسيين الخاضعين في سجون الذل والعار، لا لشيء سوى انهم عبروا عن الرأي ديالهم، لا لشيء لانهم رفضوا الاستبداد والفساد في هذه البلاد، لا لشيء وكذلك ناضلوا من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. فهذا الشيء ماشي لم يكن في هذا الاعتقال ما كانش مفاجئ، لاننا كنعرفوا طبيعة هذا النظام وكنعرفوا التاريخ الدموي ديالو. لهذا فكل ما اشتد حول الخلاف الا وكيلجا الى القمع والاعتقالات والمحاكمات السورية. فاستهدافي رفيقاتي رفاقي لم يكن استهداف لشخصي انا، وانما للجمعية وللحركة على الدور اللي كتقوم به محليا في فتح الفساد والمفسدين، وهذا ما لم يروح للوبيات الفساد في المدينة اللي هما المنتخبين وكذلك رجال السلطة محليا واقليميا. كانوا كيعتقدوا على ان الزج به في السجن، على ان تعذيبي داخل مقر الشرطة، وعلى ان تلفيق تهم اللي محضر انا ما شفتوش وما لم امضي على اعتقالات بالرجال من طبيعة النظام واطلق خروجها محاكمات سورية. اعتقالات بالرجال من طبيعة النظام. كانوا يعتقدون بان هذه الممارسات التعذيب وتلفيق التهم وكذلك تقديم المحاكمة اللي كانت مسرحية لم تكن لأن انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة. حرمتم الدفاع وحرمتم الشهود، حرمت كذلك على أن حكمت في جلسة سرية، وكذلك على أن هذه المحاكمة كانوا كيعتقدوا على أنهم سيوجهون ضربة للحركة محليا وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كانوا كيعتقدوا على أن المناضلين ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك حركة 20 فبراير أنهم غادي يسكتوا، في حين أنهم فوجئوا بتصاعد ديال الاحتجاجات، وكذلك فوجئوا بكذلك العمل الكبير والقوي اللي قاموا به المناضلين، وكنشكرهم من كل المواقع، دار بيضاء، رباط، ويسات، شطا، خنيفرة، وكل المواقع. كنشكر الجميع على ان بفضلكم انا اليوم صار الطريق بيناتكم، وعلى ان بفضلكم كذلك بفضلكم على ان هذا القضاء الفاسد المسخر لمحاكمات خير الشباب ديال هذه البلاد اضطر الى تخفيض المدة الحبسية من 6 أشهر إلى 3 أشهر. هذا الشيء بفضلكم، وهذا الشيء ما كيخلعناش. وكذلك دون انسى انا كنشكر هيئة الدفاع اللي قامت بواحد الدور كبير في فتح الفساد والمفسدين، وهذا الشيء ما كيخلعناش. شهر ولا عام ولا عامين ديال الحد حنا مستعدين نرجعوا للحد، ما كنخافوش. والله والله ما تكتب، والله ما تكتب، والله ما تكتب، والله ما تكتب. سينتصر المسكين، سينتصر المسكين، سينتصر المسكين. سنستمر في النضال، سنستمر في النضال وسنتواجد في الساحات ما دام هناك فساد في البلاد، ما دامت هناك استبداد في البلاد سنستمر في النضال. ما زالت هناك حقرات في البلاد، ما زال هناك طغمة كتسيطر على خيرات ديال هذه البلاد، وبقية الشعب كتعيش الشريد وكتعيش الجهل وكتعيش الفقر والحقرة. والله احنا ما نسينا وما نسينا وما درتو فينا وما درتو فينا. سير المخزن سير المخزن وراه هيك الزنزان وراه هيك الزنزان.
واحنا ما نسينا واحنا ما نسكتو واحنا ما نسكتو قتلوا فينا فينا واحنا ما نخافو واحنا ما نخافو تقمعوا فينا سمعوا فينا. تحية مجددة لكم رفيقاتي رفاقي على المجهود الكبير اللي قمتوا به، وانا اكرر على ان بفضلكم والنضال ديالكم المستمر هو اللي اتى الثمار ديالو، وحنا سنستمر في النضال من اجل اطلاق باقي سراح باقي المعتقلين من اجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضلوا من اجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضلوا. وكذلك قبل ما نختم أوجه تحية الصمود لكافة المعتقلين السياسيين، وكذلك المجد والقنوت لشهداء الشعب المغربي، وتحية لكم جميعا.